يا الله. فلذلك يا اخواني هذه حياة الحرية اللي هم يقولونها، ويطالبون يبغون حريمنا يسوقن. يا الله تخيل تيجي البيت الا المرأة ما فيه مشغله الونيت حقه وشايلة الحريم الحارة وطالعة الكورنيش. يا الله. ولا رايحة تطعس، ولا في شارع التحلية دورات، ولا تطلع واحدة عربية اسمهم سقم، يلا خل مرور نمسكها. والله نتهبل فيهم قابلنا كذا بالدورات متلطمة بالفرقة. يا الله. هذا اللي يبونا نجي البيت ما نشوف حريمنا، حنا يلا نقلبهم للحين. يا الله. وشلون ساقت الحرمة؟ حرية تروح ما ترجع لاخر الليل، يقعد الرجال يحتريها بالبيت. يا الله. تجي مطينتها سكرانة، واحدة تجي سهرانة سوي غدا، اقول ترى فاكله فقع وجهك. واحدة تسوي غدا مسطولة تقلطب بيت الجيران. من ياخذها ذي؟ لذلك يا اخواني هذه الحرية اللي هم يبونها. عندهم الان في اوروبا وامريكا الان نظام، تعرفون وش هو؟ يا اخي سبحان الله، احنا عزتنا بايش؟ نحن قومنا عزنا الله بايش؟ بالاسلام. فمتى ابتغينا العزة بغير الاسلام اذلنا الله. في ناس هنا يتمنون يطبقون مثله. تعرف الان القرارات عندهم وش هي؟ قالوا ما في حل، لان ابناء الشوارع يسمونهم ابناء الشوارع اللقطة اللي عندهم، يعني تكلف الدولة عندهم ملايين، إعاشة، سكن، تربية. ففكروا قالوا وش الحل؟ قال نعزل الفتيات عن الشباب، يعزلونهم، هم عندهم اختلاط ودمج. قالوا بنعزلهم، نحط فصول مستقلة للبنات وفصل مستقل للعيال. يا الله. وعندنا هنا ناس يقول لازم ندمجهم. دمج الله خشمك. تدمجهم يا رجال. الحين ما اسلموا الحريم والشوارع وتنقيز وتطليع واحدة وهروب فتاة. نسمع هالقضية تتكرر، واحدة فتاة تنحاش وعند عزاب في شقق. والله واحد اذكر تاب معنا في مخيم المطار وقال تكفى الله يرحمه ابو زيهم، في بنت منحاشة من هلا وعندي في الشاليه في درة العروس، كلمها خلها تطلع، انا تايب. المهم اخذ التليفون قلت تطلعي، قال تقلب وجهك ماني طالع. والله العربجية. واتكلم انصحها اكلمها ما طول من لسانها، اخر شيء وياخذ هو يبغى يقنعها. الا اسمعها تقول انتبه لا يلعب عليك ابو زكم بكلمتين كذا ولا كذا يعني. تقول انتبه لا يلعب عليك ابو زكم، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ما تبين اخرب عليها. انا بيتو ويمسك الطريق الصحيح وهي خايفه انه يتغير. هذا حللوه ده الله يسلمك. يقول التحليل والله حق ضحك ثاني.